السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب اليوتيوب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر ادهم عادل، مدرس اللغة الانجليزية للمرحلة الاعدادية. ان شاء الله هنكمل مع بعض النهاردة حل كتاب المعاصر، هنخلص يونت 1 ان شاء الله كله. يلا بينا نبدأ كده مع بعض ونركز واحدة واحدة. بيقول لي the suffix، السفكس ده قلنا احنا عندنا حاجتين، عندنا suffix وعندنا prefix. قلنا البريفكس المقطع اللي بيتحط قبل الكلمة، السفكس المقطع اللي بيتحط آخر الكلمة. ال ION indecision turns the word into a. أنا دلوقتي عندي كلمة decide. decide دي يعني يقرر لو عايز هي كفيرب، لو عايز أحولها إلى اسم اللي هو decision، يبقى كده حولتها لإيه؟ لاسم. يبقى turned it into اسم يعني إيه؟ اسم يعني noun. تمام. بيقول لي colorful and نقط have the same meaning. ملون وكلمة إيه؟ ليهم نفس المعنى. طبعا مش بلين دي يعني حاجة سادة. noisy يعني مشاغب. helpful يعني متعاون. لا هي طبعا bright هي و colorful الاتنين نفس المعنى. the word perfect means ايه؟ حاجة نموذجية 100 رائعة. هل معناها ideal ولا sociable ولا quiet دي طبعا يعني هادي، يبقى quiet يعني هادئ. peaceful يعني مسالم. sociable يعني اجتماعي. ideal يعني حاجة perfect، حاجة 100% نموذجية، يبقى هي the word perfect means ideal. adjust and adapt الاتنين طبعا معناهم يتأقلم. احنا قلنا اليونت ده بيتكلم لو انت رحت نقلت المكان جديد وعايز تتأقلم معاه، يبقى انت بتعمل adaptation او بتعمل adjustment. يبقى adjust and adapt are synonyms، الاتنين مرادف. احنا قلنا عندنا في synonym مرادف، antonym مضاد، والبريفكس قلنا دي الحاجة اللي بتحط قبل الكلمة، والسفكس المقطع اللي بيتحط في آخر الكلمة. نكمل مع بعض. بيقول the synonym of word curious. قلنا curious يعني فضولي. هل السينونيم بتاعها bored يعني ملان ولا uninterested ولا interested ولا angry؟ طبعا هي interested. واحد curious يعني فضولي يعني مهتم بالحاجة، يبقى interested. طبعا لو كان طلب مني antonym كنت اختار uninterested. The prefix this in this comfort means ايه؟ احنا قلنا comfort يعني راحة، ده كده معناها راحة noun. لو عايز اجيب الانتونيم عكسها بزود ايه؟ بزود this، تبقى this comfort means ايه؟ يبقى this معناها not comfort يعني غير مريح. ده الكلام ده كده احنا كنا في بيج 34 و 35، هننقل على بيج 39. عندي بيج 39. نكمل مع بعض exercise on vocabulary، تدريب على الكلمات. بيقول my brother is a or a نقط artist. he draws amazing portraits. بيرسم رسومات رائعة جدا. هل هو طبعا اللي بيرسم حاجات رائعة يبقى ده مبدع. مبدع يعني ايه؟ مبدع يعني creative. strange يعني غريب، وugly يعني قبيح، وbored يعني ملان. when you have an interview لما يكون عندك مقابلة you should be نقط and express yourself well. المفروض تكون ايه وتعبر عن نفسك بطريقة كويسة. هل المفروض تكون خجلان؟ اكيد لا. ولا المفروض تكون imperfect يعني غير رائع يعني او مش كويس، مش حاجة perfect. ولا weak ضعيف، ولا تكون confident؟ طبعا تكون confident. وانت بتعمل انترفيو لازم تكون واثق في نفسك. I always أنا دائما بعمل إيه في my clothes؟ في هدومي in front of the mirror. عايز أقول بعدل هدومي قدام المراية. قلنا يعدل هدومي يعني إيه؟ يعني adjust. After failing the exam بعد ما سقط في الامتحان she stayed نقط and studied harder. هي كانت إيه؟ وذاكرت بجد. عايز أقول على الرغم إن هي ما نجحتش وما توفقتش في الامتحان، ده ما خلاهاش إن هي كملت بقت قوية وكملت مذاكرة. يبقى هي she stayed strong، فضلت قوية. أكيد ما فضلتش محبطة، ما فضلتش غضبانة، ما فضلتش مرتبكة. هتقولي ما المفروض اللي ما ينجحش في الامتحان يبقى محبط، بس شوف باقي الجملة بيقول لي studied harder. المحبط هيذاكر أكتر؟ لا طبعا، القوي هو اللي هيذاكر أكتر ويكمل مذاكرة. New students الطلاب الجداد
should نقط to their new school. عايز اقول المفروض يتأقلموا مع مدارسهم بسرعة، يبقى يتأقلم ايه الكلمة اللي بتساوي adapt؟ طبعا adjust يعني يتأقلم. avoid يتجنب، identify يحدد، guide يعني يرشد. The child was نقط about how the toy works. الطفل كان ايه بخصوص ازاي اللعبة بتشتغل. عايز اقول كان عنده فضول اللعبة بتشتغل ازاي، يبقى كان curious. spoiled دي يعني حاجة فسدت أو باظت. valuable يعني قيم. angry يعني غضبان. I felt not of myself. أنا حسيت إيه من نفسي لما I introduced my project well. لما قدمت المشروع كويس. لما قدمت المشروع كويس ده يبقى أنا كده بقيت فخور بنفسي. هل بقيت خجلان؟ ليه خجلان؟ ما أنا عملت حاجة كويسة، يبقى أنا proud of myself. أكيد مش غضبان من نفسي ولا خجلان من نفسي. What does Noor like to do in her not time? She likes drawing. بتحب ترسم. يبقى في وقت الفراغ. وقت فراغ اسمه free time. busy time لو وقت أكيد مفيش، هيبقى واحد مشغول ويروح يرسم، يبقى busy time دي غلط. وstory time غلط. story يعني قصة. balanced يعني متوازن. نقط means changing something a little to make it better. انك تعدل الحاجة عشان تخليها احسن. هل feed يعني يطعم ولا give يعطي ولا keep؟ لا طبعا adjusting، انك تعدل الحاجة عشان تخليها احسن. نقط means interested in discovering new things. مين اللي بيكون مهتم انه يعرف الحاجات الجديدة؟ طبعا curious الفضولي. نقط his brother احمد is tall and strong. مفيش حاجة اسمها although his brother أحمد is tall and strong. ومفيش similar ما بيجيش بعدها his على طول. similar بيجي معاها to، و the same بيجي معاها as، the same as. يبقى هو unlike مش زي أخوه أحمد بيكون طويل وقوي. values are beliefs and principles that how we live. الفاليوز القيم والمعتقدات هل هي اللي بتدمر؟ لا طبعا. هل هي damage تدمر برضو؟ spoil يفسد. face يعني يواجه. لا هي guide اللي بترشدنا. This drawing is not. It's not taken by a camera. عايز اقول مرسومة بالايد، يبقى hand drawn. مش متاخدة بالكاميرا. I feel not when I visit the countryside. There are beautiful views. هل انا بحس ان انا خجلان ولا بحس ان انا مرتاح؟ طبعا في الريف الدنيا هدوء والجو جميل، تحس ان انت مرتاح comfortable. مش bored اكيد، مش ملان ومش imperfect. نور stand before يعني تقف قدام الفصل، يبقى stand بيجي معاها حرف الجر ايه؟ ادي stand بيجي معاها before، موجودة في كلمات اليونت. she stood in front of the mirror to try to نقط have a look يعني تاخد بصة كده، تبص على نفسها، يبقى have a look تاخد بصة على نفسها. نكمل تدريبات. بيج رقم كامل؟ بيج دي 40. ده ديالوج ما بين اتنين. بيقول عمر is talking to his classmate. بيتكلم مع زميله فارس وعمر. فارس بيقول له welcome to our school يا عمر، اهلا بيك في مدرستنا يا عمر. عمر قال له thanks. سأله سؤال، رد عليه قال له I am فارس don't worry everyone is friendly here. فممكن يقول له ايه؟ يقول له what is your name. اسمك ايه او انت مين؟ who are you. I feel a bit shy. انا حاسس ان انا خجلان شويه. I'm not very outgoing دي يعني ايه؟ يعني اجتماعي. انا مش اجتماعي قوي، خجول شويه. I prefer listening to people. انا بفضل ان انا اسمع للناس. يقول له انت ليه مش اجتماعي؟ why aren't you outgoing. او ممكن يسأله سؤال تاني يقول له ايه؟ what do you prefer. انت بتفضل ايه؟ فيقول له انا بفضل ان انا اسمع الناس. يقول له that's a great strength. نقطة قوة. everyone is unique in their own way. كل واحد مميز بطريقته. you really think so. عمر بيقول له انت تعتقد كده؟ يقول له yes I do.
ايوه انا بعتقد كده. عمر رد عليه برد قال له I feel more confident. يقول له شكرا، انا بقيت حاسس ان انا بالثقة اكتر لما انت قلت لي كده. يقول له thanks. ممكن يقول له ايه بقى؟ يقول له you are welcome. let's meet او it's good مثلا. هو بيقول له انا بقيت حاسس ان انا واثق بنفسي اكتر. يقول له it's good او it's great. يلا بينا نقابل some friends. read and complete the text. هنكمل التكست. for our school project مشروع المدرسة بتاعنا we had to create an identity map. قلنا دي الخريطة بتاعت الهوية اللي انت بتحط فيها التحديات اللي بتواجهك، انت بتفضل ايه، احلامك، كل الكلام ده. it was a chance. كانت فرصة to show our personal ايه، our personal confident ولا personal values ولا has ولا give ولا strong ولا lazy. نكمل. my map showed that I am not because I don't not up lazy. قلنا اللي بتيجي مع up give up يعني يستسلم. this assignment الواجب ده او التاسك ده not helped me. ادي تصريف تالت اهو. عايز اقول لقد ساعدني ان انا اشعر ان انا واثق في نفسي. يبقى has. الاساينمنت مفرد singular ياخد has مش have. يبقى اخترنا has واخترنا give. يبقى our personal ايه، يبقى my map showed that I am not. يبقى I am strong. الواحد اللي ما بييأس بسرعة ده قوي. يبقى strong. أكيد مش lazy، أكيد مش كسول. يبقى يتبقى إيه؟ our personal values. طبعا الخريطة بتساعدك، الماب دي بتساعدك إن أنت تستكشف القيم بتاعتك. our personal values. دينا was a student. دينا كانت، دي قطعة بقى بيقول لي read the following text then answer the questions. دينا was a student. دينا كانت طالبة اللي حبت الساينس. she enjoyed building small robots. هي استمتعت ببناء، مش هنا مش معناها بناء بقى، بتصمم روبوتات. and doing experiments وبتعمل عليهم تجارب. however most of her friends معظم الطلاب، معظم أصدقائها were in the drama club and they often asked her to join them. them دي عايدة على مين؟ عايدة على زمايلها. دينا felt confused. كانت محتارة. on one hand في على جانب يعني او من ناحيه she wanted to be with her friends. كانت عايزه تبقى مع اصدقائها. على الجانب التاني on the other hand او على النقيض يعني she didn't want to give up her passion. شغف يعني، ما كانتش عايزه تستسلم وكان عندها شغف للساينس للعلوم. one day في يوم من الايام the school announced a big science fair. المدرسه عملت معرض علوم. دينا saw this as her chance. شافت ان دي فرصتها. although she was nervous. على الرغم ان هي كانت متوترة. she decided to build a small solar powered car. عربية بتشتغل بالطاقة الشمسية. a small solar powered car ولا work. طبعا solar powered مش معناها طاقة شمسية. اللي بتشتغل work hard for weeks. بتشتغل بجد لأسابيع. showing great strength. قوة كبيرة جدا. when things went wrong. لما حاجة بتحصل غلط. her family supported her. أما بيحصل معاه مشكلة أهلها بيدعموها. and helped her stay confident. بيتحافظ على الثقة في نفسها. on the day of the fair. في يوم المعرض her friends from the drama club. زمايلها في النادي came to see her project. راحوا يشوفوا المشروع بتاعها. they were amazed. كانوا مندهشين by her creative work. بالعمل الإبداعي اللي هي عملته. دينا's car won first prize. كسبت الجائزة الأولى. after that day. بعد اليوم ده she didn't feel confused. ما بقتش بقى مرتبكة تاني أو محتارة. she understood that being true to her own identity was the real key to happiness. انك تكون عندك الايدنتيتي والهويه بتاعتك. مش لازم عشان زمايلها كلهم في الدراما كلاب ان هي تروح تنضم ليهم، لكن المهم ايه، ان هي تكون عندها الهويه بتاعتها والحاجه اللي هي بتحبها والحاجه اللي هي عندها كرياتيفيتي فيها. The best title for the story ايه؟ How to join a drama club. لا مش ده اللي القطعه مركزه عليه. A girl who followed her passion. طبعا البنت اللي اتبعت الشغف بتاعها وكسبت المشروع. يبقى دي اجابه صح.
ولا زي أهمية الصداقة؟ لا ما كانش عن أهمية الصداقة. ولا ذا بوست سولار باورد كارز؟ لا هو طبعا كان بتتكلم عن أهمية إنك تتبع شغفك. دينا built a نقط، قلنا build a solar powered car. Why did Dina feel confused at the beginning of the story؟ ليه؟ عشان هي في الأول she wanted to join، كانت عايزة تنضم with her friends، مع أصدقائها. لكن إيه بقى؟ but also she wanted إن هي to follow her passion، لأن هي شغفها ما كانش في الدراما كلاب، إنما كان إيه؟ كان في الساينس. In your opinion why were Dina's friends amazed by her project؟ ليه؟ نرجع كده فوق. They were amazed by her creative work، كانوا مندهشين لأن العمل ده كان عمل إبداعي creative. ودينا سكار اندهشوا برضو ليه؟ عشان عربيتها won first prize، فازت بالجائزة الأولى. يبقى ده الإجابة بتاعت السؤال التاني. Summarize what Dina learned about her identity in one sentence. إنك تكون مميز ده مش حاجة غريبة أو مش حاجة غلط، المهم إنك تتبع شغفك. يبقى إيه؟ يبقى the importance، أهمية of following your passion. قلنا them دي عايدة على her friends، على زمايلها. بعدين بيقول لي a confident person، الشخص الواثق في نفسه is someone he knows their abilities، طبعا المتأكد بشأن قدراته، يبقى feel sure about. Your values are the things you believe they are، القيم بتاعتك الحاجات اللي انت بتؤمن ان هي ايه؟ بتؤمن ان هي مهمة طبعا. important يعني مهم، مش simple بسيط، ولا difficult صعب، ولا unimportant غير مهم. The word adjust، قلنا adjust و adapt الاتنين بمعنى يتأقلم. The suffix a turns the verb into a noun. decide بتتحول ل decision طبعا، يبقى زود لها I O N. decide يكرر ده verb، بحوله لنون اللي هو قرار، اسمها decision. نور drew faces، رسمت وشوش that weren't نقط but real ones، ما كانتش ايه؟ ما كانتش هل ما كانتش perfect، ولا ما كانتش different، ولا ما كانتش panicked، ولا ما كانتش adjusting يعني متعدل فيها؟ لا دي هي حقيقية زي ما هي. The teacher's project، apostrophe اس دي قلنا بتاعت الملكية، المشروع بتاع المدرس. ساعد نور stop blending into a into the نقط and show her true self. هل blending ان هي تندمج في الباك جراوند، تساعدها طبعا ان هي تندمج في الباك جراوند بتاع باقي زمايلها. نور's creative project has، عايز اقول تم الاعجاب بيه، جمله مبنيه المجهول، يبقى has been admired. she not a lot about herself this year، السنه دي يبقى she has learned، اتعلمت كتير. she تاخد has طبعا، وبعدها التصريف الثالث من learn اللي هو learned. the students have بعدها التصريف الثالث، يبقى have an interesting assignment by the teacher، دي جملة passive، المدرس هو اللي اداهم الاساينمنت، يبقى ابنيها للمجهول، يبقى have been given. I not such an honest presentation before، يبقى I have never seen، عمري ما شفت presentation رائع زي ده. عايز اقول ليلى غيرت رأيها، يبقى ليلى has already changed her mind. نكمل مع بعض حل، دخلنا على lesson 5 و 6. دي بيج رقم 45 45.
The synonym of supportive قلنا يعني داعم، حد بيدعمك أو بيشجعك، يبقى encouraging برضه. The antonym of accept عكس يقبل reject يعني يرفض. أحمد was not from school، أحمد كان إيه من المدرسة. he wasn't present ما كانش حاضر، يبقى كان غايب يعني absent. The suffix ive السفكس اللي هو فيه ive ده بيحول supportive makes it ايه؟ قلنا داعم، واحد بيدعم، يبقى دي صفة adjective. طب خلي بالك من كلمة اسمها supporter اللي آخرها er ده noun اسم. He didn't refuse to attend my wedding party ما رفضش ان هو يحضر الدعوة بتاعتي. he نقط عايز اقول هو قبل، عكس refuse accepted قبل، didn't refuse يبقى هو قبل accepted. طبعا احنا على اليوتيوب بنحل كتاب المعاصر بس، الشرح طبعا بيبقى على المنصة بتاعتنا، منصة فول مارك ان انجلش. هنجيب بيج بقى 15 صفحة 50. What is your favorite نقط ويب سايت to get information؟ عايز اقول له ايه الموقع الموثوق فيه اللي انت بتثق فيه بتجيب منه معلوماتك، يبقى trusted ويب سايت. It's your parents to provide food and a place to their children. عايز اقول واجب الوالدين او مسؤوليتهم ان هم يوفروا الاكل والمكان لاطفالهم، يبقى مسؤولية يعني ايه responsibility. notice يعني ملحوظة او يلاحظ. choice يعني اختيار. You must attend your exam tomorrow لازم تحضر الامتحان بتاعك بكرة. You have no other ما عندكش اختيار تاني. اختيار يعني ايه؟ choices اختيارات. tasks يعني مهام. trust يعني ثقة. actions يعني أفعال. يبقى بقول له أنت ما عندكش بديل، ما عندكش أي اختيارات. اختيارات يعني choices. He نقط my invitation and promised to attend my party. عايز أقول قبل الدعوة ووعد إن هو خلاص هيجي، يبقى he accepted my invitation. people who have faced الناس اللي واجهت ايه in a positive way بطريقة إيجابية have shown a lot of strength أظهروا قوة كبيرة، يبقى واجهوا ايه؟ اللي بيواجه تحديات يعني ايه؟ يعني challenges. نقط personal identity means understanding that we all have different experience. انك تحترم الهوية بتاعت كل واحد، يعني كل واحد مثلا واحد بيشجع الزمالك هو الايدنتيتي بتاعته كده، ما تقعدش تقول له انا اهلاوي مش عارف ايه، وطبعا الاهلي ماشي خلينا بلاش نخش في الكوره بقى. ايه البيرسونال ايدنتيتي means understanding that we all have different experiences. يبقى قلنا انك تحترم الهويات بتاعت الناس، الايدنتيتي بتاعته. I should not on my strengths لازم اركز على نقاط القوة بتاعتي واقبل نقاط الضعف. يركز يعني focus on. showing respect and being caring انك تظهر احترام للناس وتدعمهم. have helped me build ان انا ابني ثقة. build trust مفيش حاجة اسمها ابني خجل ولا ابني عدم امانة ولا ابني سعادة. I joined an English summer course انا انضميت لكورس انجليزي في الصيف. عايز اقول عشان احسن مهاراتي في الانجليزي to improve my skills. I have been trusted by my teachers because I completed my task. انا بيتم الثقة فيا بواسطة مدرسيني عشان عملت التاسك ايه؟ عايز اقول بأمانة يعني ايه؟ honestly. achieving نقط between men and women انك تحقق العدالة بين الراجل والست مهم جدا في الشغل. عدالة يعني ايه؟ يعني fairness. illness يعني مرض. shyness يعني خجل. disproof دي عكس proof اللي هو برهان او دليل. نقط needs to be curious طبعا الصحفي لازم يكون فضولي، لازم يكون بيسأل عن كل حاجة وعايز يدور ويعرف كل حاجة، يبقى a journalist. It's great that you feel نقط among your classmates تحس ان انت مقبول من زمايلك، يبقى feel accepted. This drawing of the line stands عايز اقول تشير الى القوة والشجاعة stands for. ممكن كده stands for دي تيجي في حاجة تاني، لو مثلا في اختصار اسمه USA اقول لك ده stands for the United States of America.
you should believe عايز اقول تؤمن بقدراتك. believe in your abilities. نقط teachers play a great role in shaping the future of their students. عايز اقول المدرسين الايه بيلعبوا دور مهم في تشكيل المستقبل بتاع طلابهم. عايز اقول المدرسين المحترمين، بوصف المدرسين ان هم محترمين يبقى respected teachers. respect دي verb to respect انك تحترم حد، كل ده verb طبعا، انما هي الصفة الوحيدة. عايز اقول المدرسين المحترمين الصفة بتيجي قبل الاسم اللي هو teachers يبقى respected teachers. نكمل بعد كده بيج كام ننزل. ده general exercise on lesson 5 و 6. دول two students are role playing a conversation. بيعملوا محادثة about personal identity عن الهوية الشخصية. Hi, you look happy today. Yes, I have learned something new about myself. That's cool. بيقول له أنا اتعلمت حاجة جديد، فبيقول له حلو قوي. إيه الحاجة اللي أنت اتعلمتها؟ What have you learned about yourself. هيقول له بقى الحاجة اللي هو اتعلمتها. I have learned that I am unique and strong. أنا شخص مميز وقوي. It has helped me feel more confident. إن أنا أبقى واثق في نفسي أكتر. That's great. It's also important to act honestly. إنك تتصرف بصدق وبأمانة. سأل سؤال قال له it means being honest and have strong values. إيه اللي معناه إنك تكون أمين وعندك قيم؟ إنك تكون واثق في نفسك. يبقى what does the word confident means؟ مين مش means، لأن does يجي بعدها الفعل في المصدر، نحط علامة question mark. يبقى هي معناها إنك تكون صادق وعندك معتقدات قوية. I see it's important to be true to yourself. يعني تكون صريح مع نفسك. Is it important to feel accepted؟ طبعا yes it is important. فسأله سؤال قال له when people feel accepted their confidence grows. لما بيحسوا ان هم مقبولين او بيحسوا ان الناس اللي حواليهم بتحبهم ثقتهم في نفسهم بتزيد. يبقى هقول له ايه اللي بيحصل لما الناس بيحسوا ان هم accepted؟ يبقى what happens when people feel accepted. بيقول له فرد عليه قال له when people feel accepted their confidence grows. لما الثقة بتاعتهم تزيد في نفسهم أكيد دي حاجة حلوة، يبقى that's great. To be a good person you must act. ونكمل مع بعض حل السؤال التاني. read and complete the text. To be a good person عشان تكون شخص كويس you must act honestly. This means being إنك تكون إيه؟ إنك تكون honestly. ده إنك تكون إيه بقى معناه إيه؟ معناه إنك تكون honest وfair، عادل وعندك أمانة أو صدق. يبقى honest، ثواني نكتب، يبقى honest and fair. Your not which comes from your family your background. الحاجة اللي بتيجي من عيلتك دي نشأتك اسمها background. دي الحاجة اللي بتجايد يو بترشدك. people who do this shown ده تصريف تالت يبقى احط قبله طبعا people تاخد ايه؟ تاخد have. تمام. نكمل مع بعض الباسج. بيقول لي فارس was walking home. فارس كان ماشي رايح البيت من المدرسة. when he saw a wallet شاف محفظة على الأرض on the ground he picked it up and opened it. it دي عايدة على المحفظة الوالت. inside there was a lot of money and ID. ال ID دي اللي هي البطاقة.
والعنوان مكتوب فيها for a moment فارس felt a conflict، كان في صراع بين الخير والشر، يرجع المحفظة ولا ياخد اللي فيها. he thought about all the things that he could buy، يقدر يشتري ايه بالفلوس دي. but then he remembered the values، بدأ يفتكر القيم اللي عيلته علمتها له. they always said that being honest، انك تكون امين was the most important thing، ده اهم حاجة. فارس knew what he had to do، عرف المفروض يعمل ايه. he looked at the dress، بص على العنوان اللي في البطاقة and walked for 15 minutes، مشي 15 دقيقة to find the house، عشان يلاقي البيت. and elderly man answered the door، راجل عجوز فتح له الباب. he was very worried، كان قلقان and was so happy to see his wallet، كان فرحان ان هو يشوف المحفظة بتاعته. the man thanked فارس، الراجل شكر فارس and told him you are a very honest young man، انت رجل يعني شاب بس انت ايه امين. your family must be proud، عيلتك المفروض تكون فخورة بيك. فارس didn't take any reward، ما خدش اي مكافأة، ورجع البيت he felt happier than، حس ان هو فرحان اكتر من ان هو كان ياخد الفلوس دي لنفسه يشتري بيها حاجة، بس عشان هو ايه person of integrity، عنده نزاهة. the main idea of the passage about ايه بقى، about how to find a lost toilet، لا ازاي تلاقي محفظة ضايعة، ولا انك ترجع البيت، ولا اهمية الفلوس، ولا انك تتصرف بامانة، انك تتصرف بامانة acting honestly. فارس find ايه، لقى فلوس في المحفظة والبطاقة الاي دي، تمام. نشوف بعد كده عندنا ايه. بيقول لي what value helped Faris make the right decision، ان عيلته علمته ايه. طبعا honesty helped فارس، ساعدته ان هو ياخد طبعا ال right decision. why do you think فارس felt happier after returning the wallet، ليه طبعا حس ان هو فرحان اكتر من ان هو ياخد الفلوس. عشان هو ادرك انك تحترم نفسك بيجي من انك تكون امين وانك ما تاخدش حاجة حد، يبقى عشان هو ادرك because he realized that او realized the importance of self respect. it دي قلنا عايدة على الوالت المحفظة. do you think Faris is right to give the wallet back؟ طبعا yes I think so. ليه بقى؟ because we must be honest، لازم نكون عندنا أمانة. to act honestly معناها انك تكون ايه honest and fair. عشان read نحولها لnoun، read طبعا القراءة، to turn the verb read into a noun we add the suffix، بنزود ايه reader يعني قارئ، قارئ طبعا ده noun فزود لها er. readable دي صفة يعني يمكن قراءته. improve and ايه، improve وكلمة ايه اللي معناهم نفس المعنى، الاتنين بمعنى يتحسن. improve and هل damage يدمر، ولا reduce يقلل، ولا develop يطور، ولا harm يؤذي، طبعا develop. to know someone means you believe them and can depend، انك تثق في حد تقدر تعتمد عليه، يبقى ده معناها trust. Sama's not helps her overcome different situation، عايز اقول قوة سما ساعدتها تتغلب على مواقف كتير، يبقى strengths يعني قوة. the writer's actions المواقف بتاعة الكاتب have shown that they بيقدروا العدالة أو بيقدر قيمة العدل، يبقى value fairness. I haven't visited Alex I was 10 دي تبقى since I was 10، since يجي قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط. yet قلنا بتيجي في النفي والسؤال، دي جملة منفية يبقى he hasn't finished، hasn't ايه finished. حسن and غادة not written their lesson، يبقى has already مش already has، قلنا already بتيجي بعد has أو have وبعدهم التصريف الثالث. سلمى has not to Alex she is still there، لسه هناك يبقى ذهبت ولم تعد، يبقى has gone. the car عايز أقول العربية تم تصليح،
قلنا نراجع مع بعض كده زمن المضارع التام بسرعة. قلنا التكوين بتاعه بحط عادي subject، لو مفرد احط has والتصريف الثالث، جمع احط have والتصريف الثالث. طب لو هبني للمجهول احط has او have بعدها been والتصريف الثالث. هنا هبني للمجهول يبقى the car has been repaired. كده خلصنا مع بعض يونت 1 كامل في كتاب المعاصر. باقي التست بس هنحله مع بعض المره الجايه ان شاء الله، او ده نسيبه لكم انتوا تتدربوا مع يعني لوحدكم عليه، وممكن نبقى ننزل لكم الاجابات بتاعته PDF. كده خلصنا مع بعض يونت 1، وان شاء الله يا رب تكونوا فهمتوا، ونقابلكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي وفي بدايه يونت 2. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.